قبل أن تسكن بيتك راجع تاريخه يا عزيزي، فلربما كان عبارة عن مقبرة قديمة أو موقع ومقر لقاتل متسلسل أزهق الكثير من الأرواح البريئة، وقد يكون مكانا قد شهد حالات انتحار مختلفة. ولكن في النهاية يبقى تاريخ المكان عاملا مهما يجب أن تعلمه حتى تقي نفسك رؤية الأشباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد وفيديو جديد. لكن قبل أن نبدأ أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا بنا نبدأ على بركة الله. فرانسيس سوريل. أتى رجل ثري يدعى فرانسيس سوريل إلى مقاطعة سافانا في ولاية جورجيا، وابتاع فيها أرضا فضاء، ثم شيد فوقها منزلا ضخما من 3 طوابق، وألحق به حديقة كبيرة الحجم. تزوج فرانسيس من فتاة تدعى لوسيندا موكسلي، والتي تنحدر من أسرة ثرية في جورجيا. فسرعان ما تمت إجراءات الزواج، إلا أن لوسيندا كانت قد توفيت عقب زواجهما ب5 أعوام فقط نتيجة مرض ألم بها، فتوفيت داخل منزلها. روى أحفاد الخدم بالمنزل أن أجدادهم قد أوصوا السيد فرانسيس عقب وفاة زوجته بتغطية كافة المرايا داخل المنزل، حيث كان يشيع بين السكان المحليون في هذا الوقت أن الأرواح تسكن المرايا وقد تحبس داخلها إذا لم يتم تغطية المرايا عقب الوفاة لفترة لا تقل عن 7 أيام متصلة. بالطبع لم يكن فرانسيس مؤمنا بمثل تلك الأحاديث والمعتقدات، فلم يستجب للخدم المقيمين بمنزله، وترك كل شيء كما هو، ظنا منه أن الأمر لا يعد كونه خرافات قديمة تتوارثها الأجيال فقط. فرانك سوريل. عقب انقضاء عامين من وفاة لوسيندا، تزوج فرانسيس من شقيقتها ماتيلدا موسكلي، والتي كانت تبلغ من العمر آنذاك 23 عاما. وتصادف مع زواجهما أن تضخمت ثروة فرانسيس بشكل غريب، وأصبح أحد أهم رجال الأعمال في جورجيا. كان لدى فرانسيس ابنا يدعى فرانك سوريل، وغير معلوم من كانت والدته من الشقيقتين، إلا أن فرانك كان قد درس وامتهن الطب، وهنا حصل على الطابق الأول من منزل والده من أجل تحويله إلى عيادة للعلاج النفسي بالطرق الجراحية المستحدثة. طقوس غريبة. لم يعلم أحد حتى الآن كم عدد المرضى الذين أتوا إلى عيادة فرانك، فلم يكن يسجل أيا من الحالات التي تأتيه للفحص والحصول على العلاج، إلا أنه كان من الملاحظ حدوث بعض الأمور الغريبة، مثل إقامة احتفالات صغيرة بالمنزل لمناسبات غريبة بعض الشيء. إلا أن الملفت لم يكن إقامة مثل تلك الاحتفالات، وإنما قيام الخدم بتعطير المنزل، خاصة في الطابق الأول والأبواب الفاصلة بين الطابقين الأول والقبو. وبحلول عام 1865 ميلادي حدثت فضيحة بسيطة داخل المنزل، حيث اكتشفت ماتيلدا خيانة زوجها فرانسيس لها مع واحدة من الخدم، فلم يكن منها سوى أن ألقت بنفسها من الطابق الثالث لتسقط على أرض الحديقة الخلفية للمنزل. وعقب مرور بضعة أيام وجدت الخادمة المتهمة مشنوقة. مع الوقت بدأ الخدم والعامة من سكان المنطقة في الابتعاد عن المنزل باعتباره مكانا للأرواح المعذبة والشريرة، حيث لاحظ الخدم بعض الأمور الغريبة التي تحدث، مثل وجود آثار للأقدام مغروسة بالأحجار، وظهور أصوات همهمات غريبة، وتكسر زجاج في منتصف الليل. إلا أن الرواية الأغرب كانت حول ضيوف المنزل. أقر أحفاد خدم المنزل وعدد من السكان المحليون بأن الاحتفالات التي أقيمت بالمنزل كانت كلها تجمع عددا من الضيوف المتكررين، يظهرون كل مرة في الاحتفال بنفس الهيئة والابتسامات، وأيضا الحركة والتجوال داخل المكان، وكأنها تفاصيل درامية معادة. ولم يكن أحد من السكان المحليون يعلم من هؤلاء ولا وجود لعناوينهم من الأساس، ولم يرهم أحدا خارج المنزل من قبل، ولم يتواجدوا سوى قبل وفاة ماتيلدا والخادمة بسنوات بسيطة. لا يدري أحد حتى الآن من ضيوف المنزل هؤلاء هل هم جن، أرواح، أشباح. لا أحد يدري، وإنما هذا الأمر مثل دافعا أقوى من ذي قبل لهروب الجميع منه وعدم المرور حوله أيضا، حتى نوفى فرانسيس سوريل داخل منزله. واختفى فرانك ابنه أيضا في ظروف غامضة ولأسباب غير معلومة، وتم بيع المنزل إلى هنري دافيس ويد. حقائق حول المنزل. قيل أن الأرض التي بني عليها منزل سوريل ويد كانت موقعا شهد آلاف القتلى إبان فترة حرب الاستقلال الأمريكية، أي أن الأرض ذاتها كانت مشبعة بما يكفي من الدماء. وتم التعامل مع المنزل وافتتاحه كأحد المتاحف،
في عام 1940 ميلادياً لكل هواة الماورائيات والرعب، ويشهد المكان طيلة الوقت العديد من الزيارات في جولات لاصطياد أشباح المنزل ورؤيتهم. وقد روى العديد من الزائرين الكثير من الروايات المرعبة بشأن هذا المنزل، حيث أجمع كل من زاره على وجود طاقة غريبة في المكان. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. لا تحرمونا من تعليقاتكم، فتعليقكم يشجعنا على الاستمرار. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.